ده كلام كبير قوي. في ناس بتروح تختار. هو بيتكلم على نفس المعنى على فكره. لا هو بيقول لك معلش، هو بيقول لك ان لعيبه الزمالك بتعلي الدنيا في النادي. انت بتروح تختار دايما لو انت بتتكلم على احسن لعيبه في نادي الزمالك، فانت بتختار. الوقت اللي النادي الاهلي تعاقد فيه مع امام كان تقريبا من المبشرين اللي هو الناس اللي بتنافس احسن لعيب كوره في مصر. الوقت اللي خدوا فيه زيزو كان احسن لعيب كوره في مصر. الفتره حتى بن شرقي لما مشي ورجع الناس لسه فاكراه هو بن شرقي بتاع الزمالك اللي كان عامل طفره في الكوره في مصر ورجع. فدايما انت اختياراتك بتيجي للاساس. عارف لما بتيجي تهد حاجه فبتختار احسن حاجه فيها، بتختار العمود. ده تعبيري او تشبيه. النادي الاهلي مين اللي بيهد ومين العمود؟ النادي الزمالك. انت بتيجي تختار مثلا امام زي عمود فقري في نادي الزمالك. فانت عايز تضعف القوه بتاعه المنافس الاول بتاعك في مصر وفي افريقيا، فبتختار ايه؟ بتختار العمود الفقري بتاعك. طب دي شطاره ولا مش شطاره؟ لا مش شطاره طبعا. ليه مش شطاره؟ لا ده تخريب. طب ممكن ارد عليها في دي بس؟ اتفضل. يعني بص، اولا امام ما كانش في الزمالك، كان بره. بن شرقي كان بره، اوكي. يعني هو مش في الزمالك نفسه. زيزو كان خلص عقده. حلو. فهي الموضوع مش ان انا لفيت على زيزو مثلا او خدت من زيزو من ورا دار الزمالك، لكن هرجع واقول برضو الزمالك لو عنده فرصه ان هو ياخد 3 4 من الاهلي في الوقت الحالي هياخدهم. بس هي الفكره مش ان احنا خدنا زيزو وامام وبن شرقي خالص. انت لو خدتهم بنفس ال الارقام او ازيد شويه اللي عند الاهلي كان الموضوع هيبقى طبيعي. اتنين بقى، في عنوان مهم جدا لازم نقوله. هل التجربه فاشله؟ ما تقدرش تقول بالفتره اللي احنا قضيناها لحد دلوقتي انها ممكن تبقى فاشله. ليه؟ لان انت ممكن تطلع جامد جدا وتاخد الدوري وتاخد افريقيا وتبقى تجربه ناجحه مليار في المية. فخلينا نديها وقتها. بعد وقتها نقول هل بقى التجربه دي كانت ناجحه ولا لا؟ الحاجه اللي عايز اكد عليها بس، وانا بختار الاحسن والافيد لي، لكن يجي على الشكل اللي عندي، على النظام اللي عندي، ما يجيش بنظام مختلف ولا بارقام صعبه يعني. تمام.